بدأت الليلة زي أي ليلة هادية، من النوع اللي ما تتوقعش منه أي حاجة غير عادية. بريتني ما كانتش في البيت الليلة دي. بيتها في تاوزند أوكس كان هادي، مغمور في ضوء الشفق الخفيف. الجو كان كله هادي، الهدوء اللي بيقولوا عليه قبل العاصفة. محدش فينا كان يتخيل اللي كان هيحصل. أول علامة على المصيبة جت في إشعار غريب ومرعب على تليفوني. جيسون ألكسندر فاتح لايف ستريم. الاسم وحده خلاني أحس بمغص في معدتي. جيسون، طليق بريتني اللي قعدت جوازتهم 55 ساعة بس سنة 2004، كان دايماً مجرد شبح من ماضيها. بس في الفترة الأخيرة اتحول لحاجة أخطر. ظل مهووس مش راضي يسيبها في حالها. فتحت الإشعار بدافع الفضول، بس الفضول اتحول لرعب. اللايف ستريم اشتغل، وكان واقف قدامي، واقف قدام بيت بريتني الكبير. وشه كان شاحب، عينيه بتلمع بخليط من الهوس والجنون. الكاميرا المهزوزة كانت بتصور الحديقة الأمامية، السور المهندم والممر النظيف. كل حاجة كانت شكلها طبيعي، بس صوته كان حاجة تانية. أنا هنا علشانك يا بريتني، هو قال. نبرته كانت مرعبة، فيها إصرار غريب. أنا هدخل. بدأ يتحرك ناحية الباب، الكاميرا بتتهز مع خطواته. قلبي بدأ يدق بسرعة، حركته كانت مخيفة، خليط بين الحساب والخوف، زي المفترس وهو بيصطاد فريسته. وصل الباب اللي قدام، جرب يفتحه، بس كان مقفول. نبرة صوته بنت فيها العصبية، زفر بقوة، شتم في سره، وبدأ يلف حوالين البيت. الكاميرا كانت بتلقط انعكاس صورته في الشبابيك المظلمة، ملامحه المرسومة بالخوف والهوس. وفجأة وقف قدام شباك. الصوت اللي جه بعدها مش ممكن أنساه. الطاقة الحادة، تكسير الأزاز. اللايف ستريم اهتز وهو بينط جواه، نفسه متقطعة، صوته متوتر بس مليان نشوة غريبة. أنا هنا المفروض أكون أصلاً. المشهد جوه البيت كان أهدى بكتير مما كنت متخيل. الهدوء اللي يقتل، الأرضية اللامعة، الأساس المنظم، الضوء الخافت اللي بيخلي كل حاجة شكلها مثالي. بس الهدوء اتكسر بصوته، وبخطواته اللي بتطلع صوت صرير في السكون. دخل الصالة، بدأ يمشي إيده على الأساس كأنه بيطالب بحقه في المكان ده. وبعدين بدأ يطلع على السلم وشد الأعصاب زاد. كل خطوة كان بياخدها كان التوتر بيزيد. الكاميرا بترتعش مع كل حركة. أنتي مستخبية مني بريتني؟ كان في صدى صوت في المكان الفاضي. مش لازم تستخبيه، أنا هنا علشانك. دخل أوضة نومها، الكاميرا وقفت قدام السرير، مفروش بملايات بيضاء نظيفة. قرب ناحيته بحذر، إيده بترتعش وهي بتلمس القماش. هنا هي بتنام، قالها بصوت كله رهبة، كأن المكان مقدس بالنسبة له. وبعدها بص ناحيه الدولاب. قلبي كان هيقع وهو بيسحب الباب. الكاميرا صورة صفوف من الهدوم المتعلقة. مد إيده ومشاها على القماش، نفسه خرج متقطع. قريبة جدا، هو قال. أنا حاسس بيها. الطريقة اللي قال بيها كانت مزيج مريض من التقديس والتملك. الاقتحام كان حميمي وبشع في نفس الوقت. ده ما كانش مجرد بيت، ده مكانها، حياتها، خصوصيتها، وهو بيدنسها بدون أي ذرة حق. لكن حتى هنا ما كانش ناوي يوقف. دخل الحمام، عدسة الكاميرا جابت إيده وهي بتمر على الرخام، وفجأة مسك الليفة، حطها على وشه وأخد نفس عميق. استخدمتها، قالها وصوته بيتهدج، مشاعره منفجرة. دي بتاعتها. فتح دولاب الأدوية، قعد يقلب في الحاجات، مسك إزازة برفان، رش منها، ووقف في وسط الرش المتطاير، عدى فيه كأنه بيتبارك بحاجة مقدسة. وبعدين ضحك، ضحكة حادة خفيفة، لكنها كفيلة تبث الرعب في الجسم كله. الكاميرا اتحركت تاني لما رجع لأوضة النوم، عينه بتمسح المكان بتدور على حاجة تانية من حاجتها. مسك مخدة من السرير، حضنها بقوة، كأنها هي نفسها. هستناكي هنا، قالها وهو قاعد على الأرض جنب السرير، جسمه بيتهز بهدوء. حضن المخدة كأنها تعويض عن بريتني نفسها. التعليقات على اللايف كانت بتنفجر بجنون. إيه اللي بيعمله المجنون ده؟ حد يتصل بالبوليس فوراً، ده جنان رسمي. وفجأة اتكسر الصمت بصوت قوي، أصوات حادة وحازمة. فريق أمن بريتني وصل. الكاميرا اتهزت وهو بيحاول يهرب، نفسه بقى سريع، متقطع. وفجأة اللايف تقطع سايب وراه.
هدوء مرعب بعدها. عرفت إن الشرطة قبضت عليه بتهمة التعدي، التخريب والمطاردة. بريتني ما كانتش في البيت، الحمد لله، بس الضرر كان حصل خلاص. المشهد المرعب اللي شفناه في اللايف فضل في دماغي، بيطارد أفكاري. جيسون ما كانش مجرد شخص مهووس، كان دليل حي على الرعب اللي ممكن يسببه الهوس. دلوقتي كل مرة يجيني إشعار بلايف ستريم بحس برجفة في قلبي. اللي حصل الليلة دي ما كانش مجرد تعدي على خصوصية بريتني، كان لمحة من نتائج الهوس، النوع اللي ما بيبصش من بعيد، النوع اللي بيقتحم ويسبب إحساس بالرعب والخذلان. جيسون ألكساندر، طليق بريتني سبيرز، اتقبض عليه في يونيو 2022 بسبب اقتحامه بيتها في كاليفورنيا يوم فرحها على سام أسغاري. جيسون عمل لايف وهو بيحاول يقتحم الفرح، مدعي إنه كان مدعو، لكنه اتمسك قبل ما يوصل لبريتني. ألكساندر كان عنده تاريخ من السلوكيات المضطربة، وسبق وأظهر ميول هوسية تجاه سبيرز. اتهم بالتعدي الجسيم واتحكم عليه ب 64 يوم في السجن. بعد الحادثة بريتني وفريقها شددوا إجراءات الأمان أكتر. تفتكر إنه كان بيحبها بجد؟ ولا هو شرير وعايز يدمر حياتها؟ في النهاية لو عجبتك القصة ابعتها ل3 من أصحابك واكتب لي رأيك في الكومنتات علشان تظهر في آخر الحلقة. يلا، أشوفكم في رعب جديد.